في فيديو النهارده إن شاء الله هاكلمك عن حاجة واحدة بس لو عرفت تعملها كويس فهتقدر تكسب محبة أغلب الناس اللي حواليك. وما تقلقش الحاجة دي بسيطة جدًا وسهلة جدًا إنك تبدأ تعملها من النهارده، بس قبل ما نبدأ أقول لك إيه الحاجة دي، صلّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مأخّر فرض فقوم صلّيه الأول وبعد كده ارجع شوف الفيديو ده. في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر على الآخرين، كان بيحكي الكاتب إن هو قابل شخص جديد والشخص ده فضل يحكي له عن النباتات، والكاتب فضل يسمع له بإنصات كويس جدًا، وبعد أمّا الشخص ده خلّص كلامه قال للكاتب أنت محاور كويس جدًا، مع إن الكاتب ما اتكلمش في حاجة جديدة ولا ناقش أي حاجة يعتبر، بس هو عمل حاجة معيّنة وهي دي اللي أنا جاي أشرحها لك. بس الأول خلّينا نتكلم عنك شوية. أنت بنسبة 100% بتحب تتكلم عن نفسك وما بتصدق تيجي لك الفرصة إنك أنت تبدأ تحكي عن نفسك وعن مغامراتك وقصصك، ودي حاجة طبيعية جدًا عند أغلب الناس إن لم يكن كلهم، إن كل واحد بيحب يتكلم عن نفسه وبيحب اللي بيسمع له، وهي دي بقى كلمة السر، إنك أنت تسمع للناس ولكن مش استماع عادي، استماع نشط، وهي دي المهارة اللي الكاتب طبّقها وخلّت الشخص الغريب يقول عليه محاور جيد، وعشان تقدر تحوّل الاستماع العادي للاستماع النشط ففي 3 حاجات لازم تعملهم. أول حاجة أنت هتعملها هي إنك أنت هتكرر الكلام، اعتبر مثلًا اللي قدامك بيقول لك أنا رُحت وعملت كذا وكذا وكذا، قُل له ياه! رُحت وعملت كذا كذا، فاهم الفكرة؟ أنا فعليًا ما ضفتش أي كلام، أنا بس كررت الكلام اللي هو قاله مع شوية تعبيرات، وده بيحسّس اللي قدامك إنك أنت مركّز معاه كويس وبيحسّسه إن كلامه فعلًا مثير للاهتمام. تاني حاجة هتعملها هي إنك أنت هتحط ردود أفعال، لو لاحظت وأنا باكرر الكلام كنت باحط شوية ريأكشنات، فأنت لازم تستخدم وشّك اللي ربنا خلقك بيه ده، ما تبقاش زي الصنم قاعد بيسمع بس كده اللي هو لأ، لازم يبقى في ريأكشنات. تالت وآخر حاجة لازم تعملها عشان تحوّل الاستماع العادي لاستماع نشط هي لغة الجسد، لازم تبقى باصص في عين اللي بتكلمه ومتجه بجسمك ناحيته، وتهز راسك كل شوية عشان تحسسه إنك أنت مركّز معاه. ممكن تحس إن دي تفاصيل مش مهمة ولكن فعلًا بتفرق في مدى إحساس اللي قدامك بإنك أنت مركّز معاه والّا لأ، ومهتم بكلامه والّا لأ. تعالَ نجرّب معاك أنت دلوقتي شخصيًا، جرّب تحكي لي أي حاجة وأنا هاجرّب معاك الاستماع النشط والاستماع العادي أو اللي هو زي الصنم بالضبط. فأنت تحب دلوقتي إن أنا أسمع لك وأنا عامل زي الصنم كده اللي هو حتى مش باصص في عينك يعني، اللي هو قاعد كده باسمع لك بس؟ أكيد لأ. على الناحية التانية لو شخص قاعد بيسمع لي فاهم بريأكشنات وفي ردود فعل وحركة إيد كده وعينه في عيني ومركّز معايا كويس، الشخص ده هيحب أتكلم معاه أكيد. ففعلًا موضوع الاستماع النشط ده قوي جدًا لدرجة إن هو يقدر يدّي انطباع كويس جدًا عنك لأي شخص تقابله جديد. ولكن ملحوظة مهمة جدًا، فكرة محبة الناس عمومًا بتأثّر عليها كذا حاجة، مش بس الاستماع النشط، بتأثّر عليها حاجات تانية زي احترامك وشخصيتك وأهم من كل دول مدى حُب ربنا ليك، لإن كل ما ربنا يحبك كل ما هيحبب عباده فيك، والعكس صحيح برضه. فاعتبر المهارات الاجتماعية مش بس هي الحاجة الوحيدة اللي لازم تشتغل عليها، هي طبعًا سبب من الأسباب اللي لازم تاخد بيها عشان تحسّن حياتك الاجتماعية، ولكن في جوانب تانية برضه لازم تركّز عليها. وبس كده، لو عجبك الفيديو أنت عارف هتعمل إيه. سلام عليكم.